صح، هو جد حبسكم ليه؟ عشان احنا ورث اتورث له من اجداده، وجدك ما كانش عايز يورثنا النسل. قلت له مش عايز يورثكم لنسله ليه؟ عشان زي ما احنا خدام، احنا كمان لعنة ونقطتين الدم. نقطة بتفك تعزيمة الحبس، والتانية بترجعنا ورث تاني يا غالي. قلت له بس انت كده خدعتني. نسيت اقول لك، واللي عمله فينا جدك ناير هنطلعه عليه. فجأة الكهف ضلم واتصدمت من اللي شفته. الإضاءة كانت بتنور وتطفي زي فلاش الكاميرا. شفت حاجة بتتحرك في الإناء اللي فوق الخشب المتفحم. الإضاءة انطفت ورجعت تاني، فشفت فيران كبيرة بتخرج من الإناء، ولقيت الفيران دي بتجري ناحيتي. الإضاءة اختفت تماما. قلت لنصير عيب اللي بيحصل ده يا نص، ما اتفقناش على كده، الحق عليا يعني. معلش يا عم نور، الشغل شغل، والصراحة أنا جايب آخري من جدك. هسيبك أنا بقى وأخرج أتفسح، بقالي كتير محبوس يا جدع، وهبقى أجيلك كل فين وفين أمس عليك. يا نصير ما تسيبنيش محبوس في الكهف أرجوك. حسيت بالفيران عند رجلي، جريت من مكاني في الضلمة فلقيتني بدوس عليهم برجلي. الإضاءة رجعت فشفت الفيران كلها تحتي وبتطلع على جسمي، وقعتني على الأرض وبدأت تعض وتاكل فيا. أغمى عليا من هول الموقف. فقت بعدها وفتحت عيني، لقيت الكهف منور والفيران اختفت. بصيت على دراعي وجسمي لقيتني سليم ومفيش أثر لعض الفيران، فعرفت إن ده كله خداع بصري مش حقيقة. الدنيا ضلمت تاني وسمعت صوت كأن حد بيحك سكينة في جدار الكهف. الإضاءة رجعت على طريقة الفلاش. شفت طارق ابن عم نيلي وهو بيسن سيف طويل وبيبصلي بغل. ضلمت تاني وفضلت فترة مضلمة. بعدها الإضاءة رجعت. فوجئت بيا متكتف فوق المنصة اللي عليها مقام جدي، وفي 2 مثبتيني وحاطين راسي على خشبة زي اللي بيقطعوا عليها اللحمة. سمعت صوت نيلي وطارق فوق المنصة. بصيت عليهم لقيتهم بيشدوا السيف من بعض وبيتخانقوا على مين اللي يقطع رقبتي. وبعدين بصوا لبعض وضحكوا. قربوا عليا وهم ماسكين السيف الكبير مع بعض، ونزلوا هما الاتنين بالسيف على رقبتي. راسي انفصلت عن جسمي وسمعت صوت خبطتها على خشب المنصة. بعدها شفت نفس المشهد بيحصل بس لحد تاني. حد بتتقطع راسه بالسيف على المنصة. اول ما قطعوا راسه واترزعت على المنصة سمعت حد بيصرخ وبيقول دياب. بعدها فوجئت بيا في مكان تاني، بيت كبير بدورين، وسمعت صوت واحد وواحدة بيتكلموا في الدور التاني. جريت على السلم فلقيت واحد شبهي بالظبط، جدي ناير. كان قاعد بياكل على الترابيزة وقدامه واحدة حامل، تقريبا مراته ليلى. شفت الحامل وهي بتقوم من على الترابيزة في نفس اللحظة اللي بيترمي فيها شعلة نار كبيرة على البيت. قلت لها وانا بصرخ خدي بالك من النار حسبي، بس فوجئت بشعلة النار جت فيها مباشرة وولعت فيها. جدي جري عليها وحاول يطفيها بس البيت كله كان بيولع. حاولت اخرج من البيت معرفتش، والنار مسكت فيا واتحرقت مع البيت. بعدها لقيت نفسي قدام الكهف من بره، فشفت جدي وهو قاعد جنب نصير الجن وبيتكلموا. نصير كان ساعتها بيخيط في القميص. بعدها سمعت جدي بيقول غداف. بصيت ورايا لقيت غراب لبس في وشي. فقت مفزوع، فتحت عيني لقيتني نايم على الارض ورجعت جوه الكهف تاني. جسمي كان كله عرقان وبيترعش. سمعت صوت العصافير فعرفت ان الصبح طلع. لقيت خرمة جدار الكهف مدخل شعاع شمس، وكان المصدر الوحيد للإضاءة في الكهف فترة النهار. جريت على باب الكهف وحاولت افتحه، معرفتش خالص. شلت حجر كبير من الكهف وحاولت اكسر بيه الباب، بس الامر كان اشبه بالمستحيل. الباب ما كانش بيتأثر خالص مع انه خشب. بصيت على الخرم مصدر الإضاءة، كان منفذ لبره الكهف بس ضيق جدا على قد دراعي بس ما يدخلش حتى راسي. بصيت من الخرم فشفت البنت سندس فوق التبة وبتقرقط بسنانها غصن شجرة. ناديت عليها ما سمعتنيش في الأول. عليت صوتي يا سندس يا سندس. اتلفتت يمين وشمال وكملت قرقضة في غصن الشجرة تاني. صرخت بصوت عالي جدا وحسيت ان حبال الصوتية هتتمزق. يا سندس. فوقفت وبصت على الكهف من فوق التبة وقالت انت بتنادي عليا يا سيدي؟ ايوه يا سندس بنادي عليكي. فضلت تبص على الكهف من بره وهي بتدور على مصدر الصوت بعينيها، بس ما كانتش شايفه الخرم. فقالت لي انا مش شايفاك يا سيدي. قلت لها بصوت عالي انا اهو يا سندس، انزلي من على التبه وقربي من الكهف هتشوفيني. لا يا سيدي، ما ينفعش اقرب من الكهف. انت محذر محدش ينزل من التبه ويقرب من الكهف خالص، والا هتلعنه. انت عبيطه يا بت، ما انا بنفسي اهو بقول لك انزلي من على التبه. تعالي افتحي الكهف انا محبوس. مش هينفع يا سيدي، انت محذر. مش ممكن تكون بتختبرني وعايز تشوف ولاقي ليه؟ لا ده انا فاهمه وهي طايره، وعمرك ما هتمسك عليا غلطه يا سيدي ناير. مدد يا سيدي ناير مدد. يا بت والله انا ما بختبرك ولا حاجه، انا محبوس في الكهف يا بت الهبله. مهما قلت يا سيدي هفضل مخلصه لك، وعمري ما هكسر اوامرك، ومش هقرب من الكهف ابدا. وانا هبله عايزني اقرب من الكهف عشان تلعني؟ روح يا شيخه يلعن ميتين اهلي. قعدت على الارض وسندت ظهري. تقريبا وصلت العذاب الجديده هتبدا بالليل. انا ايه اللي كان جابني الكهف بس؟ منك لله يا سندس. لا سندس ملهاش ذنب، انا اللي طمعت وكنت عايز اطلع بمصلحه من الكهف. فجاه لقيت الكهف بيضل. ايه ده؟ احنا لسه في عز النهار. بصيت على الخرم مصدر الاضاءه
لقيته زي ما يكون مسدود بحاجة سودة. بصيت جوه الخرم وركزت على الحاجة اللي سدت الخرم، فلقيت حاجة سودة ليها عينين ومنقار وبتقرب عليا ودخلت الكهف من الخرم. رجعت ورا بعيد فلقيت غراب داخل من الخرم ووقف قدامي، وحسيته بيحني راسه كأنه بيرحب بيا أو بيسلم عليا. فهزيت له راس أنا كمان، شاور بمنقاره على رجله واللي كان لازق فيها ورقة مطوية. مديت إيدي وخدت الورقة من رجله. الورقة كانت خامتها غريبة شبه البلاستيك ومتينة جدا، ولما فتحتها اتفاجئت بيها فردت صفحة كبيرة في حجم فرخ الورق مكتوب فيها من ناير إلى حفيدي أو حفيدتي. لو الرسالة دي وصلتك يبقى أنت أكيد فكيت لعنة الكهف وحررت نصير والجن اللي بيخدموني، وبالتالي حارس الكهف شاف نصير خرج وجه يسلمك الرسالة. أتمنى طبعا تكون ساحر وما تحتاجش الرسالة دي وتعرف تقرأ الكتب اللي في الكهف، بس لو ما كنت الساحر فأكيد نصير عملها معاك ورجعك ورث تاني علشان ينتقم مني ومن نسلي. فلازم تعرف ال3 تعزيمات اللي مكتوبين تحت في الورقة. أنا كتبت نطقهم بالعربي وبالإنجليزي علشان تتأكد من النطق الصح للكلمات. التعزيمة الأولى علشان تستدعي بيها الجن، التعزيمة التانية بتعذبهم وبتخليك تسيطر عليهم، التعزيمة التالتة بتصرفهم عنك لفترة بس بيرجعوا تاني لأنهم ورث وهيفضلوا معاك للأبد وهتورثهم لعيالك. دي التعزيمات اللي بتخليك تسيطر عليهم. إنما لو عايز تخوفهم منك هتلاقي في نفس الرسالة وتحت التعزيمات مخطط لمولد كهرباء وطريقة تركيبه. لو عرفت تركبه صح واستدعيتهم هتكهربهم وهيترعبوا منك لأنهم هيفتكروني، ولو مش هتعرف فما تحاولش أحسن. وكفاية ال3 تعزيمات. وابقى خد بالك من حارس الكهف، الغراب اللي جاب لك الرسالة ده حفيد غرابي وصديق الوفي غداف، واللي بيحرس الكهف وبيورث الرسالة دي لنسله. بتمنى لك التوفيق يا حفيدي. وصيتي ليك أن تستغلهم في صنع الخير ولا تستخدمهم في أذية الغير. أوصيك ألا تتقاضى أجرا في خير واجعله في ميزان حسناتك في الجنة. عل الله يغفر لي ولك ولأجدادك أجمعين. جريت على المولد وبصيت على التانك، الحمد لله مليان بنزين. مشيت ورا مخطط جدي ناير بالظبط وعرفت فكرته. حفظت التعزيمات ال3 في سري زي اسمي، وقبل الشمس ما تغرب قلت التعزيمة اللي بتستدعيهم. فلقيت نصير قدامي وحواليه خيالات للجن اللي معاه. نصير كان بيتلفت حواليه وبيحاول يدرك اللي حصل. كان مندهش جدا واتصدم لما شافني واقف في الكهف وعلى كتفي حفيد غداف. رميت التعزيمة اللي بتعذبهم فلقيت نصير ماسك راسه وبيصرخ هو واللي معاه، وقال وهو مرعوب ناير. قلت له لا يا نصة، حفيد ناير، واللي على كتفي ده حفيد غرابه غداف. نسيت حامل كهف. قربت من مولد الكهرباء وقلت لنصير جدي ناير بيسلم عليك وبعت لك التحية دي. وشغلت مولد الكهرباء فسمعت صرخاتهم وسمعتهم وهم بترجوني اوقف. وقفت شوية فلقيت نصير بينهج وهو بيقول انت عرفت تركب المولد ازاي؟ نسيت اقول لك انا مهندس كهرباء قد الدنيا. وشغلت المولد تاني وانا بقول له وبقول للجن اللي معاه احلى مسا على فخادكم يا رجاله. اترجاني وقف. افتح باب الكهف الاول وانا افصل المولد. قال لي وهو بيتكهرب لقيت باب الكهف اتفتح. شلت شنطتي ومشيت ناحيه الباب وخرجت بره الكهف. فقال لي وهو بيتكهرب انت كده خدعتني. قلت له وانا بقفل باب الكهف واحده بواحده يا نصه والبادي اظلم. هسيبك انا بقى واخرج اتفسح، بقالي كتير محبوس يا جدع، وهبقى اجيلك كل فين وفين امس عليك. مشيت بعيد عن الكهف وطلعت التبه فلقيت سندس بتتنطط من الفرحه وبصت على الغراب اللي على كتفي وقالت الله اكبر، مدد يا شيخ ناير مدد، رجعت غرابك غداف تاني. ما ردتش عليها وكملت ماشي بعيد عن الكهف. مشيت ورايا وهي بتقول لي شفت انك ما كنتش محبوس ولا حاجه، منكم يا اساد عليكم حركات. بس انا ايه رايك يا سيدي، نجحت في الاختبار اهو. الصراحه نجحت بامتياز في اختبار الهبل. انت تستحقي قلاده الدوله التشجيعيه في العبط يا شيخه. روحي منك لله، عبو اي حد يمشي وراكي. سكت شويه وقلت لها امشي قدامي، وريني اغنى واحد في القريه دي، خليني ابيع الارض واخلع من عش المجانين اللي انا وقعت فيه ده. قصدك معتز باشا؟ ومين معتز باشا ده كمان؟ حفيد الدكتور عمر صديقك يا سيدي. اي حد ماشي امشي قدامي وما تودينيش عند جن تاني، فاهمه؟ هزت راسها وهي مش فاهمه حاجه ومشيت قدامي. فضلنا ماشيين لحد ما دخلنا القريه تاني. الناس برضو اتجمهرت عليا واندهشوا اكتر لما لقوا الغراب على كتفي ومشوا ورايا كانهم مسحورين. وصلنا عند فيلا فخمه في وسط القريه وبتطل على النيل مباشره. شفت في البلكونه راجل كبير في السن واقف وساند على عصايه خشب، شاور لي ادخل له الفيلا. هشيت الغراب اللي كان لسه على كتفي وجيت ادخل الفيلا
لقيت الناس هتدخل ورايا، فلفيت وقلت لهم ايه يا جدعان، البلد كلها هتدخل بيت الراجل، وبعدين احنا مش اتفقنا نظبطوا البارتي بتاعت المولد الاول؟ لا انا كده ازعل، كده انتوا عايزين ناير يزعل. فانصرفوا وهم مرعوبين وجريوا في اتجاه المنصه. اهل القريه دول هوبا خالص. مشيت في الجنينه لحد ما وصلت لباب الفيلا، فلقيت الراجل العجوز مستني على الباب، لابس بدله وشعره ابيض ووشه احمر، ساند على عصايه مطرزه وفخيمه. سلم عليا بحراره وقال اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. دخلت الفيلا واللي كانت واسعه جدا من جوه. اتفاجئت بيه بيقول لي تصدق انك شبه جدك جدا؟ بصيت له باستغراب فقال لي هو انت مفكرني زي اهل القريه ومفكر ان ناير رجع؟ لا انا عارف تاريخك كله، استنى اوريك. سابني وراح ناحيه اوضه، فتحها بالمفتاح ودخل شويه وطلع تاني وفي ايده ألبوم صور وقال لي دي صورة جدك مع جد عمر في القاهرة، ودي صورة جدك ناير وهو شايل جدك أحمد. وفضل يوريني صور أجدادي، حتى أبويا جاب صورته وهو ما كملش سنتين. كنت فرحان طبعا ومندهش، بس كنت حاسس إنه فرحان أكتر مني. قال لي وهو مبتسم أنا فرحان أوي إني شايفك قدامي، أصل حضرت جدي عمر وأنا صغير وكان على طول بيحكي لي عن قصة الساحر ناير. إيه رأيك نتغدى النهاردة مع بعض؟ الصراحة أنا جعان قوي وما أكلتش من امبارح. ضحك وقال الساحر ناير جعان في قرية النيارين، والله عيب علينا. نادى على حد من الخدامين وقال له الساحر ناير هيتغدى عندنا النهارده، لو الاكل ما عجبوش مش عايز اقول لك ممكن يعمل فيك ايه. الراجل بصلي وهو مرعوب وقال لي معتز باشا ربنا يستر، وخد نفسه وجري. بصلي وقال وايه بقى اللي رجعك قرية النيارين تاني يا حفيد البطل؟ جاي ابيع ورثي اللي في البلد وارجع تاني. الارض؟ الابتسامة اختفت من على وشه وقال انا فكرتك جاي تستقر وسط اهلك وناسك الحقيقيين. لا حضرتك فاهم غلط، انا ماليش في حوارات جدي دي. انا الحمد لله في هندسه كهرباء ومترشح لبعثه ومحتاج ابيع الارض علشان مصاريف البعثه وكده يعني. سكت شويه وقال لي طب ما تبيعش كل حاجه، سيب حاجه تربطك باصلك برضه. لا اصل ايه، حضرتك شايف الدنيا هنا في البلاله خالص ومش هينفع اعيش هنا. انا ما كملتش يوم واحد وكنت هتجنن، والصراحه انا عايز اخلع من هنا في اسرع وقت، وتقريبا حضرتك الوحيد اللي تقدر تشتري الارض. قال لي بص اسمي نور يا معتز باشا. بص يا نور، انت لسه شاب صغير وما تعرفش مصلحتك فين. فضل يهري كتير ويقول لي اصلك وفصلك واجدادك والضفر عمره ما يبقى ميه والهبد ده. سبته يهري خالص وقلت له مع احترامي لشخصك يا باشا، كلام حضرتك على راسي من فوق، بس انا واخد قرار ومش هرجع فيه، فهل حضرتك عندك استعداد تشيل ولا دور في حته تانية؟ اتصدم من ردي وقال لي الفلوس موجوده، بس انا برضه مش هشتري الارض كلها منك، هشتري حته الارض الصغيره بتاع دياب الطباعي، هو ثمنها بما يرضي الله 5 مليون جنيه، واظن البعثه بتاعتك مش هتصرف اكتر من كده. ويا سيدي لما ترجع من البعثه لو انت مصر تبيع ارض اجدادك ابقى تعالى وانا اشتريها. فضلت افكر في العرض بتاعه، فقال لي كانه بيقرا افكاري ما تفكرش كتير، محدش هيجرؤ يشتري ارض معتز باشا عرض يشتريها. المره دي انا اللي اتصدمت، كانه بيقول لي يا اما اقبل عرضه يا اما مش هيخلي حد يشتري الارض. وافقت بيني وبين نفسي علشان فكرته كويسه مش علشان ضغط عليا، وحسبتها من ناحيه تانية كاني بسقع الارض علشان سعرها يزيد. قلت له انا موافق يا معتز باشا. قال لي بس انا ليا شرط عشان اشتري ارض عم دياب. هو مش شرط، هو طلب. قلت له باستغراب طلب ايه؟ قال لي قبل ما اطلب الطلب، هو نصير الجن معاك؟ قلت له ايه ده، هو انت تعرف نصير كمان؟ ابتسم وقال لي بعدين هتعرف انا عرفته ازاي. انا اخر حاجه اعرفها ان جدك حبسهم في الكهف. هل انت لما رحت الكهف حررتهم وبقوا معاك؟ قلت له حررتهم وحاليا بكهربهم في الكهف، يعني مش معايا دلوقتي. طب ما انت طلعت بتفهم في السحر اهو، ابن الوز عوام. بص يا سيدي، في واحد زميلي في الشغل ويعتبر اقرب صديق ليا، عنده بنت ما كملتش 12 سنه. بعد ما مامتها ماتت البنت تعبت جدا ومحدش يعرف علتها ايه. ابوها لف بيها على كل الدكاتره اللي في مصر واللي بره مصر وما لقاش علاج لبنته. جاب شيوخ بس كلهم طلعوا نصابين، طلبوا فلوس كتيره وبرضه ما عرفوش يطلعوا الجن اللي عليها. هو ابوها حاليا رافض موضوع الصحراء ده تاني، بس انت غير كل الصحراء. اوعى يكون طلب حضرتك ان اطلع الجن اللي لابس البنت. بالظبط كده، تبقى خدمتني وخدمت صديقي خدمه مش هنساها لك ابدا. حضرتك فاهم غلط خالص يا باشا، انا ماليش في السحر وما اعرفش اعمله. باشا انا كنت محبوس امبارح في الكهف والجن كانوا بينفخوني حرفيا، مش عايز اقول لفظ حضرتك هتتضايق منه، لولا بس ان الغراب جاب لي رساله من جدي وعرفني اخرج ازاي واسيطر عليهم، انما انا ما اعرفش اشتغل بيهم والكلام ده. اسف يا باشا، مش هعرف اعمل الحاجه اللي حضرتك عايزها، ممكن اعك الدنيا والبنت ممكن يحصل لها حاجه. انتوا مش خايفين على البنت ولا ايه؟ قال لي لا ما تخافش، ما دام عرفت تسيطر عليهم مش هيغدروا بيك، والموضوع مش مستاهل يا نور. اسال نصير جدك كان بيعمل ايه واعمل زيه. الفكره مش فيك انت، الفكره في الجن اللي معاك واللي يعتبروا من اقوى الجن، وغير كده متمرسين وعندهم خبره في الحاجات دي بحكم شغلهم مع اجدادك.
باشا انا والله ما ليا في الكلام ده. قطع كلامي وقال كده ما بقاش طلب، كده بقى شرط. لو ما نفذتوش مش هشتري الارض. يا باشا حضرتك كده بتضغط عليا. بضغط عليك. انا مش بقولك سيب شغلك واشتغل ساحر، دي مرة واحدة بس هتخدمني فيها، وليك مفاجأة يا سيدي لما ترجع. مفاجأة ايه؟ حاجة تخص جدك، بس مش هديها لك الا لما تنفذ الطلب اللي طلبته منك. فكرت شوية وبان عليا اني هوافق. قلت له بس من غير بس، في عربية هتاخدك بعد الغدا من قدام الفيلا، توديك وترجعك في نفس اليوم. طب خليها بكرة بقى على مروق الجو مع نصير والرجالة، اصل زودت العيار معاهم شوية. قعدنا واكلنا، الاكل كان لذيذ جدا وكان من كل حاجة نوع، علشان لو ما بحبش نوع معين من الاكل. الوقت كان اتأخر فاستأذنت. عرض عليا ابات عنده في الفيلا، بس قلت له ان لازم اروح الكهف قبل ما اروح مشوار بكره. شكرته على حسن استضافته ومشيت. قربت من الكهف وفتحت الباب، لقيت الدنيا مظلمه وما سمعت الصوت المولد. طلعت الموبايل بتاعي وشغلت الكشاف ودخلت الكهف. بصيت على المولد لقيته وقف علشان الموتور اتحرق. ناديت على نصير وقلت له يا نصة عمو نور جه، اطلع يا نصة عايزك. فما ردش عليا، فقلت التعزيمه اللي بتحضره. فلقيته قدامي فضل يتلفت يمين وشمال، واول ما شافني حط ايده على وشه وقال هو مرعوب كفاية كهربا بقى، انت ايه يا جدع مفتري؟ جدك عمره ما عمل معانا كده، كان عنده رحمة. المولد بتاعه كان بيتحرق بسرعة، احنا فضلنا نتكهرب طول النهار والمولد ما اتحرقش الا من ساعة واحدة بس. اصل عملت تعديل بسيط في المحول ما يخليهوش يسخن بسرعه. لا مؤاخذه بقى يا نصة، انت اللي غدرت في الاول. وما تخافش يا سيدي، انا مش جاي كهرباء، انا جاي لك في مصلحه. مصلحة ايه؟ بنت ملبوسه وعايزين نطلع الجن اللي عليها. هو ده الكلام يا جدع؟ الدنيا دي غريبة جدا. من كام سنة جالنا جدك وكان بيكهربنا ساعتها برضه، وقال لنا على أول شغلانة معاه. لا خد بالك، هتبقى اول واخر شغلانه. ده حوار كده هنقضيه عشان امشي بيعه الارض. ايه، هو جدك ما قالكش ان احنا ما ينفعش نقعد من غير شغل، والا هنشتغل عليه؟ مش فاهم. هفهمك اكيد، بس لما نخلص الشغلانة دي الاول. انت طبعا ميح في السحر صح؟ ومش عايز اعرف حاجه عنه، انا بس عايزك تقول لي جدي كان بيعمل ايه في المواقف اللي زي دي، والباقي بقى عليكم، انتوا جن ببعضيكم وبتعرفوا تتعاملوا مع بعض. موافق، بس بشرط. شرط ايه انت كمان؟ مش المفروض ده شغلك؟ يعني هو مش شرط، هو طلب ورجاء مني ومن الجن اللي معايا. ايه؟ ما نتكهربش تاني الاسبوع ده. ما ردتش عليه، قال لي هو بيستعطفني. خلي عندك رحمة، ده في جن مننا مخه اتلحس خالص وبقى ناسي اسمه. المشكلة ان احنا كمان نسينا اسمه. ريحنا حتى اسبوع بعد دش الكهرباء اللي خدناه النهاردة ده. محدش عمل معانا كده في اجدادك كلهم، انت غشيم اوي. يا اسطى نصة من عينيا، اتعادلوا انتوا بس، وانا يا عم مش هكهربك لمدة اسبوعين قدام. فضل نصير معايا لحد الصبح ما طلع. شرح لي جدي كان بيعمل ايه في المواقف اللي زي دي، وقال لي افتح الصندوق اللي على الترابيزة واطلع منه السبحة الطويلة، وقال لي اخدها معايا علشان بتدي هيبة قدام الناس، وفي جن معين بيخاف منها. الجن اللي اجدادي اتغلبوا عليهم قبل كده، اول ما بيشوفوا سبحة اجدادي بيفتكروهم وبيخاف. خرجت مع نصير من الكهف، طلعت على التبة ومشيت ناحية فيلا معتز باشا. أول ما وصلنا الفيلا لقيت عربية بي ام سودا مستنية قدام الفيلا. معتز باشا قال لي إنها هتوصلني القاهرة وترجعني القرية تاني. العربية اتحركت في نفس الوقت اللي تليفوني رن فيه، ولقيت اسم نيلي على الشاشة فكنسلت عليها وانا بقول لنفسي هانت يا نيلي هانت. وصلنا الفيلا ونزلت وقفت على البوابة وقلت للأمن عندي ميعاد مع ياسين باشا، قول له الشيخ نور ناير. الأمن فتح لي البوابة ودخلت الفيلا. أبو البنت رحب بيا وسلم عليا بحرارة وقال لي أنا كنت رافض موضوع السهرة ده تماما، لولا معتز باشا هو اللي أقنعني وقال لي إنك غير كل السهرة. معرفتش أرد عليه وأقول له إيه، فقلت له إن شاء الله وألف ألف مبروك، الطاعة لله. طلعني الدور التاني ودخلني أوضة، فلقيت بنت صغيرة متكتفة في السرير وعمالة تشتم في الخدامة وبتقول لها يا خاينة بتخوني جوزك مع صاحب محل البقالة على أول شارعكم. اوبا. من اولها كده سالت ابو البنت على مكان الحمام فشاور عليه. دخلت اتوضيت ورجعت، وقفت في نص الاوضه وتوكلت على الله. قرات بثبات وبثقه سوره الزلزله كامله بدون زياده او نقص، ورددت كلمات قال لي عليها نصير. فحسيت ان الاوضه بقت واسعه جدا، وسمعت صوت خبط جاي من جوه الدولاب ورياح حبت مع ان الشبابيك مقفوله. فعرفت ان دي علامه صرف جن العمار اللي قال لي عليها نصير. استدعيت نصير بعد ما صرفت جن عمار البيت، فجه نسيت وقلت بصوت عالي ايه رايك يا نصير؟ قال لي تمام كده، انت ماشي صح، بس بوطي صوتك وانت بتكلمني علشان الناس ما يقولوش عليك مجنون. حرك شفايفك من غير صوت وانا هسمعك زي ما انت بتسمع صوتي في ودنك. ثواني بقى اشوف شغلي. نصير بص على البت وفضل متنح فيها وبعدين اختفى. بصيت على البنت لقيتها بتبرق لي وبتقول لي نصير مين؟ محدش واقف في الأوضة غيرك أنت وبابا وسعاد الخدامة. هو انت بتكلم الهوا؟ انت مجنون؟
ما ردتش عليها وبصيت على نصير اللي رجع تاني، فقلت له بصوت وشوشه التانية. قال لي حط ايدك على راسها كده. جيت احط ايدي على راسها لقيت البنت هتعضني فسحبتها بسرعه، فلقيت نصير بيضحك. قلت له ايه يا نصير انت بتهزر في الشغل؟ البنت مالها؟ قال لي بص يا سيدي، هي مش ملبوسة بس ألعن، البنت مجنونة ودماغها سايحة خالص. متاكد يا نصه؟ البنت شكلها مش مريحني. عيب عليك يا نينو، أنا مش تلميذ. البنت مش ملبوسة بس مجنونة وبتجيلها نوبات صرع. عندها مرض ايه يعني؟ لا أنا مش دكتور نفسي ومش بفتي في حاجة معرفهاش، أنا مؤمن بالتخصص. كل اللي أعرفه إنها مش ملبوسة وبيجيلها نوبات صرع. أنا آخر أقول لك على وصفة الأعشاب المعالجة للصرع واللي جدك كان بيستخدمها. بصيت لابوها وقلت له بنتكم زي الفل ما فيهاش حاجه ولا عليها جن، وبالنسبه لنوبات الصرع اللي بتجيلها ممكن تكون بسبب وفاه والدتها. قطعت كلامي لما لقيت البنت بتقول غراب. تقصدي ايه بغراب؟ انت مربي غراب. وعرفت منين؟ شميت ريحته، شكله بيحبك قوي بيتمرمخ فيه. ياه ده انت حاسه الشم عندك قويه قوي. مش انا اللي شميتك. وشاورت لي على قطه قاعده في ركن الاوضه. في ريشة من ريش حفيد غداف على كتفك مطرح ما كان واقف الصبح. ابتسمت وقلت لابو البنت ما شاء الله بنتكم ذكيه جدا، عرفت ان عندي غراب علشان شافت ريشه على هدومي. نفضت الريشه من على كتفي فنزلت على الارض، وهمست نصير وقلت له قولي لي الراجل. قال لي قول له بنتكم كويسة وما فيهاش حاجة، واديله وصفة الصرع بتاعت جدك اللي هقولها لك دي. قلت للراجل بنتك زي الفل، وقلت له على الوصفه اللي قال لي عليها نصير، وكمان قلت له ما يربيش قطه ولا كلب، ولو هيربي حيوان يبقى من ذوات الدم البارد زي سلحفه او سمكه. الراجل شكرني وحاول يديني فلوس. نفذت وصيه جدي وقلت له ما باخدش فلوس في الخير، ومشيت ناحيه باب الاوضه وورايا الراجل. نصير قال لي على فكرة أنا سألت قرين البنت وقال إنها هي اللي قتلت أمها وقتلت عيلة صغيرة كمان صاحبتها، وهتقتل كتير، روحها سودة وكلها شر. حبيت احذر ابوها، فقلت له قبل ما اخرج من الاوضه ان بنته قتلت اغلى حد عندها وهتفضل تقتل، وحكيت له قصه سيدنا الخضر لما قتل غلام بيرهق اهله وكان هيضلهم. ما كانش قصدي حاجه والله، بس جت في مخي كده وقلت اقولها له، معرفش ليه. لقيت ابوها بيزعق لي وزقني وطردني بره. نصير كان واقع على نفسه من الضحك وقال لي لما الراجل طردني علشان تتعلم ما تقولش كل حاجة. رايح تحكي للراجل قصة سيدنا الخضر بتقول له اقتل بنتك؟ انت عبيط يا نينو. ركبت العربيه ورجعنا على القريه. لقيت نصير جه وقعد جنبي. سالته وقلت له ايه موضوع القرين اللي سالته ده؟ قال لي كل بني ادم منكم لما بيتولد معاه قرينه من الجن، بيفضل معاه طول عمره لحد ما يموت وتنقطع الصلة بينهم. قرينك بيبقى عارف عنك كل حاجة وعكسك في كل حاجة، هو اللي بيوسوس لك وبيوزك على الشر على طول. من الآخر شيطانك اللي راكبك، ولو عايز تحضر قرينك بتقف قدام المراية. قطعته وقلت له بس انا ناقص قرين اللي حضره، مش كفايه عليا انتوا؟ فضل يحكي لي طول الطريق عن حالات زي البنت اللي كنا عندها. نصير لذيذ برضه ومسلي، سلاني لحد ما وصلنا للقريه. رحت لقيت معتز باشا عارف كل اللي حصل وكان بيضحك عليا هو كمان. قلت له يا باشا انا قلت لك ماليش في الحوارات دي، اهو الراجل طردني من بيته وكان هينفخني. قال لي انا لو كنت مكانه كنت هنفخك برضه. رايح تقول للراجل فيما معناه اقتل بنتك؟ لا انت كمل في البعثه بتاعتك وشغل الكهرباء، مش بتاعتك الشغلانه دي خالص يا نور. عدى عليا بكره اكون جهزت الفلوس والعقود. قلت له هتشتري الارضين بقى، اديك شفت اهو انا ماليش فيها. قال لي لا طبعا ارض دياب بس، الشرط كان على ارض دياب بس. ماشي، بكره الصبح هبقى عندك، اخلص واخلع من هنا على طول وربنا يسهل بقى بعد البعثه. سكت شويه وكملت كلامي وقلت له طب بالنسبه للمفاجاه اللي قلت لي عليها؟ قال لي بكره ان شاء الله واحنا بنخلص الورق هديها لك. سلمت عليه ومشيت من عنده. رحت على الكهف وانا فرحان جدا، اخيرا هقبض بكره وابقى مليونير. وصلت الكهف وغيرت هدومي، بصيت على الشنطه فشفت القميص فافتكرت حاجه. استدعيت نصير. قال لي خير يا نينو. قلت له انت كنت قلت لي ان القميص فيه امكانيات اقوى من الاخفاء، فاكر اليوم اللي انت غدرت فيه بيا وحبستني في الكهف؟ قال لي قلبك اسود قوي يا نينو. طبعا فاكر. البس القميص وتعالى عند المرايه اللي في الدولاب. لبست القميص وبصيت على نفسي في المرايه اللي في الدولاب. قال لي ايه اللي انت تعرفه وجربته في القميص؟ انه بيخفي لما زرايره كلها تتقفل، وانه بيغير لونه على حسب الرغبه لما لف لفه كامله. ضحك وقال لي بس كده؟ اخلص، في ايه تاني؟ قال لي بص يا سيدي،